مواجهات نارية وثأرية أسفرت عنها قرعة دوري أبطال أفريقيا للقطبين النادي الأهلي والزمالك. مواجهات نارية، مجموعات نارية، مفيش هزار. في حاجة اسمها تدعيمات يا كابتن خطيب، في حاجة اسمها استقتال استبسال، علشان مجموعتنا قوية جدا، مجموعتنا فيها ماتشات ثأرية جدا، وعلشان ما يبقاش في بدايات مترهلة تدفعنا بعد كده للحسابات والقيل والقال. مواجهات متكررة وكأنها كوبي بيست مع اختلاف بسيط بين مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية والنسخة الحالية. النادي الأهلي معاه مين؟ صن داونز، الهلال السوداني، والقطن الكاميروني. مجموعة نارية، في فرق تقيلة جدا. فرقة صن داونز حدث ولا حرج وكلنا عارفينها، والهلال السوداني فريق قوي جدا وشرس جدا على أرضه، والقطن الكاميروني اللي ليه تاريخ برضه في دوري أبطال أفريقيا وفريق قوي جدا. فكل الاحترام للفرق الكبيرة ديت، كل الحذر، يجب دراسة هذه الفرق بعناية، ويجب التحضير جيدا لهذه المباريات القوية. عايزين نظهر بشخصية النادي الأهلي المرعبة، بعبع أفريقيا. مجموعة تقيلة، مجموعة ما فيهاش هزار، وفيها كذا منافس. لما يخرجوا من البطولة معاك في المجموعة هتفرق معاك قدام. مجموعة قوية جدا. صن داونز فريق قوي وعارفينه وليه مواجهات كبيرة قوي مع النادي الأهلي. نخش على المجموعة برضو النارية لنادي الزمالك. وللأسف يا كابتن خالد يا غندور ما قدرتش تحلم وتستنانا، كنا نفسنا نحقق لك أمنيتك، ولكن تأتي الرياح بما لا يشتهي خالد الغندور. الزمالك مع الترجي مواجهة ثأرية وكبيرة. طبعا احنا عارفين ان الترجي روق الزمالك، قصدي كسب الزمالك رايح جاي البطولة اللي فاتت، ففي مواجهة ثأرية قوية بين الزمالك والترجي. معاه برضو شباب بلوزداد اللي كان معاه موجود في نفس البطولة السنة اللي فاتت. مع المريخ السوداني الفريق التقيل القوي اللي احنا شفناه قدام النادي الاهلي السنة اللي فاتت، بيقدم اداء راقي وقوي، والفرقة السودانية في تقدم وفرق السودانية قوية. لا، فرقة الزمالك برضو يعني مجموعة الزمالك مجموعة برضو نارية، مجموعة قوية. وطبعا التدعيمات والحاجات دي بتاعت مرتضى منصور احنا ملناش فيها كأهلاوية، ولكن احنا بس بنحبنا نقول لكم المجموعات فيها ايه. مجموعات قوية جدا. كل التوفيق للنادي الاهلي في التحضير الجيد. والزمالك طبعا هيبقى معاه فرق تقيلة زي ما قلنا، وليه برضو مواجهات ثأرية معاهم. هتبقى مباريات قوية وممتعة، وان شاء الله هنستنى نشوف ايه اللي هيحصل. وكل التوفيق للنادي الاهلي.